الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة اللي بيعتمد عليها البنك المركزي في أي دولة علشان يقيس أداء النشاط الاقتصادي في الدولة. هل هو في مرحلة نمو اللي بتوصل بعد كده لتضخم، أم هو في مرحلة ركود اللي بتوصل بعد كده لكساد وتباطؤ في النشاط الاقتصادي؟ طيب إيه هو بقى الناتج المحلي الإجمالي؟ الناتج المحلي الإجمالي ببساطة كده وبعيد عن كلكعة الاقتصاد هو إجمالي السلع والخدمات التي تنتجها الدولة. هدي لك مثال على افتراض مثلا إن مصر مثلا بتنتج 10 طن قطن. طن القطن الواحد ب 1000 جنيه، يبقى إجمالي إنتاجها من القطن 10000 جنيه. وعندها 10 مستشفيات، كل مستشفى بتطلع إنتاج أو قيمة الخدمات اللي بتأديها ب 1000 جنيه، يبقى عندي 10000 جنيه جايين من المستشفيات. يبقى أنا كده إجمالي الناتج المحلي في مصر الإنتاج 10000 جنيه بتوع القطن، والخدمات 10000 جنيه بتوع الخدمات اللي هي المستشفى، يبقى التوتال 20000 جنيه. يبقى انا كده اجمالي الناتج المحلي في مصر وليكن مثلا في شهر يناير 2025 20000 جنيه. جه البنك المركزي تابع الناتج ده في شهر فبراير، هيبص بقى يشوف ال 20000 جنيه دول الشهر اللي وراه، هل هم فضلوا 20 ولا طلعوا ل 22 ولا نزلوا ل 18؟ طب لو هم طلعوا ل 22، هل الصعود ل 22 ده بسبب ان اسعار الخدمات والمنتجات القطن والمستشفى غلت 10%، فنفس الانتاج هو بس بدل ما كان تكلفته 20000 جنيه او انتاجه ب 20000 جنيه بقى 22000 جنيه؟ ولا هو عباره عن زياده في عدد الوحدات المنتجه من القطن او من الخدمات؟ يعني بدل ما انتج 10 طن قطن بقيت بنتج 11، وبدل ما كان عندي 10 مستشفيات بقيت عندي 11 مستشفى، وهكذا. يبقى اذا الناتج المحلي ده عباره عن مؤشر هام جدا بيفضل البنك المركزي يتابعه كل شهر ورا التاني علشان يشوف الزياده اللي حصلت في الناتج المحلي دي هل بسبب زياده الاسعار ولا بسبب زياده وحدات الانتاج سواء القطن او وحدات المستشفى كخدمات. هكمل معاك في الفيديو الجاي الجزء الثاني من الناتج المحلي الاجمالي، هو موضوع عايز ابسطه لك واحده واحده، فدي كده المقدمه بتاعته.